استاذ نبيل، فعلا الان مو وقت هذه الخلافات. ما في شيء مش وقته. نحن عم نعيش تراكم احداث، ما فينا ناخذ الحلقه ما قبل الاخيره ونترك الحلقات السابقه. اولا، حزب الله لا يقاتل لاجل فلسطين، ولا يقاتل لاجل القدس، ولا يقاتل لاجل المسجد الاقصى. 13 سنه كان عم بيحارب، عم بيقول على طريق القدس تمر من حلب من الزبداني وغيرها. هذا الموضوع ما فينا نقول بمنأى عما جرى في سوريا، هذه الكلمه مستفزه. ما في شيء اسمه بمنأى عما جرى في سوريا. ما جرى في سوريا هي أهم سلسلة من حلقات هذه المأساة اليوم. أهم سلسلة، عملية تهجير 15 مليون سوري وقتل مليونين سوري، عندك 200 ألف منهم بالمعتقلات بيناتهم نساء وأطفال. لحد الساعة حزب الله يحتل أراضي سورية ويهجر سكانها ويحرض على اللاجئين السوريين في لبنان. حتى الساعة لا يكل ولا يمل ويقصف إدلب حتى الساعة. فلذلك لا يمكن القول بمنأى. لازم يعرفوا الأخوة الفلسطينيين اللي نحن بنحترم نضالهم، ونحن وياهم واحد بهذا النضال، نحن مع قضيتهم، لأنه هذه قضية عادلة. هذا الأمر غير قابل لأي نقاش، ولكن نحن بنختلف معهم أنه هن عم ينظروا لهذا المحور الدجال أنه هو يحارب لأجل فلسطين والفلسطينيين. وعندنا مشهديات من حرب المخيمات بلبنان بال 85 وال 87 اللي عملوه، ما عملوا شارون بصبرا وشتيلة، هن كملوا. موضوع تهجير الفلسطينيين من العراق إلى أرجنتين وتشيلي أمريكا الجنوبية من خلال ميليشيات رديفة لحزب الله ومرجعيتها وحدة إيران. اللي صار بمخيم اليرموك عاصمة الشتات الفلسطيني من قتل وحصار تجويعي كما فعل الصهيوني بغزة وربما أكثر. موضوع البحرية السورية ولا مرة ضربت عكا أو حيفا، بس ضربت مخيم الرمل باللاذقية. تهجير مخيمات الفلسطينية بدرعا اللي هن بيشتركوا مع أهل القنيطرة المهجرين بالمخيم، هجروهم 2 سوا على لبنان. فهذا الأمر يا جماعة الخير ما فينا نفصله، هذا الأمر ملاصق تماما لما يجري اليوم. يعني هذا الصهيوني هلأ فايت على المنطقة مرتاح لأنه كان عنده بشار الأسد وعنده الميليشيات الإيرانية عملت شغل كتير نظيف قبله. هذا كل ما في الأمر. نحن لازم نوصل لهيدي الحقيقة. إذا ما وصلنا لهيدي الحقيقة وعايشين بالوهم والغش، معناتها نحن ما رح نقدر نواجه المشروع الصهيوني، لأنه نحن مختلفين هون. نحن بعدنا انتبه، نحن مش عم نحكي على ذاكرة قديمة، يعني هيدا الجريمة متمادية حتى الساعة، بعدنا عايشينها يا جماعة.